بنصور النهارده ماشي في الشارع، لقيت معرض عربيات زي ما انتم شايفين، معرض عربيات بقى عارضين عربيات مستعمله للبيع. العربيات ديت تبع معرض هنا في المدينه اللي ورايا ديت واليافطه اللي ورايا ديت. عندهم عربيات فولكس فاجن، اودي، سيات، كوبرا، سكودا وباشا. العربيات دي كلها هنشوف اسعارها ايه، ويلا بينا نشوف اسعار العربيات المستعمله ايه. اول عربيه معانا هي السكودا ديت ثمنها 43765 يورو، 43765 يورو، ولكن للاسف ما فيهاش نظام التقسيط. نظام التقسيط فيها مش متاح، ديت بس المعرض ده بيبيعها بس كاش. في عربيات تانية زي العربيه اللي ورايا دي برضو نفس النظام، سكودا برضو، عربيه سكودا بس ديت 39950 برضو ما فيهاش نظام التقسيط، ب 39950. السكودا عموما في نطقها الالماني ممكن يقول لك سكودا وممكن يقول لك سكودا عادي خالص. العربيه السيات دي بقى طبعا سعرها ممتاز جدا، وتقدر ان انت تقسطها بمجرد ما انت تدفع 139 يورو اب 139 ايغو. ده تقدر ان انت اصلا تدفعها في الشهر 139 يورو وتركب عربيه سيات جميله زي ديت. العربيه ديت حتى بالمناسبه 2020، فموديلها مش قديم خالص يعني، ب 140 يورو تقدر تركب عربيه في الشهر يعني. بس طبعا التحفه الفنيه بقى اللي ورانا ديت الاودي A5، دي بقى حاجه عربيه كهرباء كلها من اولها لاخرها كهرباء. التحفه الفنيه من اودي، العربيه ديت عامله 61680 يورو، 61680 يورو. طبعا مكتوب السعر بتاعها فوق هنا، بس بيتضاف عليه تامينات وحاجات زي كده، بتوصل بعد كده 61680 يورو. برده ما فيهاش نظام التقسيط، تقدر ان انت تشتريها كاش بس لو معاك 61680 يورو. العربيه دي بقى عربيه كوبرا، العربيه الكوبرا ديت ب 51606 يورو. متاح فيها نظام التقسيط، الواحد يقدر يجيبها من اول 296 يورو يندفعوا شهريا، ولكن هو هنا حاطط لك حتى كاتب اهوت اب 296 ايغو. ده تقدر تجيبها بنظام التقسيط ده، وتقدر ان انت تدفع لها حوالي 300 يورو في الشهر غير تامينها طبعا، وتقدر ان انت تقسطها برده. طبعا التحف الفنيه طبعا من باشا زي ما انت شايف، العربيه ما شاء الله واقفه، هي طبعا مش مكتوب عليها سعر، تقريبا بتاعه ابن صاحب المعرض، وحب بس ان هو يوقفها كده ايه في المعرض يعني. زي ما انت شايف ما شاء الله باذن يعني، بص حاجه ما شاء الله باذن الله، ربنا يكرمكم جميعا وتركبوا الباشا زي ما انتم شايفين كده. اللي ورايا برده ديت برده نفس النظام باشا، بس الموديل الاعلى منها، وتقريبا 2022 او 2021 برده مش مكتوب عليها، هي تقريبا برده للبيع او كده، بس هي ديت ليفل ثاني مخلينها للناس اللي تروح تخلص فيها على طول يعني. حتى مخلينها ان احنا نتفاجئ بالسعر، مش مكتوب سعرها للاسف. كان نفسي ان انا اوريكم اسعار العربيات الباشا هنا، بس للاسف مش مكتوب عليهم. ربنا يكرمكم جميعا يا رب، وتركبوا احسن عربيات ان شاء الله، واللي نفسه يسافر ويركب احسن عربيات في الدنيا ان شاء الله. لو لسه بتتفرج لحد النقطه دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.